صوت كسر الباب الأمامي قطع الهدوء، ودخلوا 3 مسلحين. صراخهم ملأ البيت: فين الفلوس؟ المشهد كان فوضوي جدا. واحد من المسلحين واجه بيك بالسلاح وطلب منها إنها تتحرك ناحية القبو. التاني طلع الدور العلوي ودخل أوضة جينيفر، ربط إيديها بحبل وقال لها تنزل تحت. أما التالت فدخل أوضة هان الأب وأجبره يسيب أوضته وينزل. في اللحظات دي كل العيلة كانت تحت رحمة المسلحين اللي بدأوا ينهبوا البيت وصرخوا فيهم: فين الفلوس؟ جينيفر بصوت متوتر قالت إنها شايلة شوية فلوس في أوضتها. واحد طلع معاها وأخد حوالي 2500 دولار. بيك الأم دلتهم على خزانة فيها 1100 دولار. لكن الغريب إن المسلحين ما خدوش أي حاجة تانية غير الفلوس. سابوا التحف الغالية والعربيات، كل حاجة في مكانها. بعد ما خلصوا المسلحين أخدوا هان وبيك للقبو، طلبوا منهم يركعوا على ركبهم وحطوا غطا على راسهم. بيك الأم كانت بتبكي وتقول: أرجوكم سيبوا بنتي تعيش. لكنهم ما سمعوش وأطلقوا 5 طلقات. بيك ماتت في الحال، وهان اتصاب برصاصة في وشه لكنه كان لسه في الروح. المسلحين هربوا من البيت، وجينيفر اتصلت بالطوارئ 911 بصوت متوتر قالت: أنا مربوطة، سمعت صوت طلقات، أرجوكم أسرعوا. لما الشرطة وصلت كان المشهد مروع في القبو. لقوا بيك الأم غرقانة في دمها، ولقوا هان الأب مازال يتنفس لكنه في حالة حرجة. أما فوق فلقوا جينيفر مربوطة بحبل في ترابزين السلم. في البداية